هذا الموديل طلع اللي عندنا. شوف هذا الصدر وهذا الردان مالته. هذا 135 اللي عندنا 135 ثبتنا عليه. نسحب القماش خاطر تشوفونه اوضح. شوف ليش حيدر دائما تسحب القماش تقيس من جوا وانت صاعد اللي فوق؟ ليش؟ شنو القياس اللي جاي تاخذه؟ يعني تقيس من جوا وانت صاعد. زين هذا المن فايدته؟ شو نسوي بيه؟ المن نحتاجه؟ ايش قد والله هذا زين. احنا ثبتنا عليه 135 سنتيم. 135 سنتيم. يعني هسه اليوم احنا نريد نقول عافية مريم هذا المن صار عند الزايد. هذا الزايد المن. هذا الزايد اللي عندي راح احتاجه. ليش؟ اليوم اذا قصيته هذا عنده عدل. يوم الطبشور يصج بسنونه ما اعرف ليش بس جاي خطط فيه يصج بسنونه. هسه هذا اللي بقى عندي ايش قد بقت عندي؟ بقت عندي مسطره طويله. يعني اذا اريد على طول القماش واربع اصابع هذا اسوي حزام اسوي كركش شنو اللي اريده اسويه. تمام؟ عافيه كل نقدر نسوي به. فاحنا ليش حرامات نفصل من البدايه والنوب اخر شيء يصير كله جوا ينذب؟ فهذا ما بي فايده. اذا ذبينا جوا ما بي فايده. وعليكم السلام والرحمه كل الهلا. فهسه اول خطوه خذينا الطول ثبتنا الطول عليه. ثبتنا الطول ماكو والله ما ادري وين المشرفات. شغلان الكتم شغلان الكتم خليني بس يباوعن. شو اسوي لهم؟ يعني انا رايح ابلاعيمي وهنا جاي سولفن؟ انا جاي اقول لك عوف التعليق. ثبت الباترون على الطول مالته اللي ردته. ايش قد الطول مالته اللي ردته؟ 135 سنتي. احنا المفروض من يمنا بعدين راح تعرف يعني 135 وتنضاف لها 3 العفو 8 سنتيمات مال الردان راح يصير 143. يعني راح تصير القلبيه طويله. احنا المفروض من يمنا شو تسوي انت؟ اذا كان رياضي ال 135 شو تفصلها؟ مو انا ليش اقول لك اريد التعليقات؟ اريد اسمع من يمك، اريدك انت تجاوب وياي. زين 135 نقصها خلينا نقول 130 راح تجي عند 8 راح تصير ايش قد راح تصير؟ راح تصير 137 او 138 مال من انضافت؟ انضافت مال الردان. فهمتوني؟ بس احنا شو اريد اقول لك؟ ما اريد اصعبها عليك بالشرح. راح اقول لك قص 130 وراح تنطى اضافه الردان راح ينطى اضافه للقلبيه وراح تطول واحتمال انت عندك فصله وما متبي والقلبيه تكسر. فاجيك اياها من الاخير. خلي جوا 3 اصابع ما يخالف، 4 اصابع ما يخالف، بس اهم شيء تضبط القياس اللي عندنا. خذينا 135 خلينا خط علي انتهينا منه. زين ال 135 هنا خلينا نجي نشرح. انا ما بعد الطبشور ما اوصل له لو بيصرج. ال 135 ثبتنا الباترون هنا. اللي تريد تفصل وياي خل تفصل وياي. ال 135 شو اسوي؟ راح شو اسوي؟ باوع قبل لا نخط حفرة الابر اللي عندي شنو هو القياس؟ عند القياس مالها 58 نص ال 8. شوف هنا انت بس شوف جاي يحتاج؟ جاي يحتاج من يمك تعليق ومجبور ما افتح التعليق. ليش؟ لان المهم 58 نص ال 58 29 سنتيم. 29 سنتيم. زين ال 29 سنتيم 29 سنتيم هاي اللي عندي 29 سنتيم وين اثبتها؟ اثبتها بهذا القياس اللي عندنا. شوف هذا القياس اللي عندي. يعني ال 29 وين تصير؟ شوف هذا الحفره مال ابط من يمها
شو اسوي؟ هاي ال 29 سنتيم، ال 29 سنتيم هذا خليته هنا 29 بحافة القماش. زين هنا شو اسوي؟ هذا القياس اللي عندي، ايش قد باقي؟ اصبع، واطي بعد اصبع ثاني، ايش قد صار عندي؟ زيادة اصبعين، زيادة اصبعين، تمام؟ هسه نجي شو نسوي؟ ناخذ الكتف، الكتف هو بنتين من يمه، مال الرياضة 10 سنتيم، مال الرياضي 10 سنتيم، مال الرياضة 10 سنتيم، هذا 10 سنتيم اللي عندنا مال الرياضي، تمام؟ من يمها شوفوا اخوان ايش صار عندي. نوخر الباترون خاطر نشوف اوضح. صار عندي هنا اللي عندي 10 سنتيم، نزلت. زين هاي حفرة الابط، ايش قد القياس مالتها؟ وادري بك لو مفتوح التعليقات راح تقول لي ايش قد قياس حفرة الابط. حفرة الابط مربوطة عندي ويا قياس محيط الصدر. ليش؟ ثبت الباترون، خططت، ما خذيت حفرة الابط، اتقصدت اليوم ما رسمتها. ايش رسمت؟ رسمت خذيت قياس محيط الصدر، ايش قد؟ 29 وانطيت اصبعين زياده، تمام؟ يعني ايش قد صار عند القياس؟ صار عند القياس 33 سنتيم، 33 سنتيم القياس اللي عندي. زين هسه حفرة الابط ايش قد صارت؟ شوف ايش قد جاي يحتاج تعليقك وبسببك سديناه. ايش قد صار عند القياس مالته؟ 33 سنتيم. يعني محيط الصدر، محيط الصدر العفو، هذا محيط الصدر، هذا محيط الصدر العفو، هذا محيط الصدر. ايش قد القياس مالته؟ محيط الصدر ايش قد القياس مالته؟ راح نلقى حفرة الابط نفس القياس مالتها. ما تقبل عده غلط، ما تقبل. يعني ايش قد محيط الصدر؟ نجي لحفرة الابط نلقاها نفسها. وقلت لك اليوم لو كنت تعليق مفتوح كان ايش قالوا لي؟ قالوا لي زين حفرة الابط ايش قد كم سنتيم؟ وارجع واقول لك لحد ما افتح عقلك. باحترامات للزينين، لان اكو عالم تلح بالاسئله. يعني اشرح له ورا ما يخلص البث يقول لي اقول لك ايش قد حفرة الابط؟ ما اعرف، والدليل ننتهي بالسوالف. وهاك شوف سد التعليق انا بسببك، ساد التعليق بسببك. انا جاي اعلمك وانت شوف وين جاي تحكي. لو مركز ويا من البدايه شاف فهمت على الشرح مالته من البدايه للنهايه. ومن نحكي ومن نتعصب على موتكم، تمام؟ وهو هذا كله لمصلحتكم. اليوم نجي نجيب حفره العفو الباترون، نثبت حفره العفو الباترون نثبته بهاي الطريقه. زين قلنا القياس اللي ناخذه 28 سنتيم. زين حيدر ال 28 سنتيم يصير من يمها بعد انا خذيت غير انت قلت لي من يم هو يصير من يمها وافتح كلوشه. عاد تفتحين كلوشه وين؟ انت هسه فتحت كلوشه هيك، انت تتصورين بس من الكلوشه هيك تكبر؟ غير عندي الكلوشه ايش قد عندي القماش مالته النهايه. احنا اليوم اللي عندي 4 زوايا، 1 2 3 4، 4 زوايا بيهم، 4 زوايا بيهم. زين حيدر لا عاد شلون ناخذ القياس ماله؟ بالمضبوط، واتمنى نفتهم عليه. اللي عندي من الابط شوف هذا واحنا نازلين عندنا 14 سنتيم، منا واحنا نازلين عندنا 14 سنتيم. زين حيدر هاي ال 14 سنتيم وين القياس مالها بالضبط؟ هسه اليوم هذا خلينا نقول عليه الفتر وين صاير؟ شوف جاي يحتاج تعليقك، دائما احكي لك اياه لان هو الشرح لك مو لي. وين اللي عنده محيط الصدر؟ محيط الصدر عند هذا، شوف بس باوع هذا يا هو الابط، وهذا شوف شو يصير عندي. هذا عندنا المحيط الصدر،
دائما القياس اللي عندنا اللي واحد يضبطه. احنا اليوم نقدر ناخذ قياس الورق، ونقدر ناخذ قياس التخصيره، وناخذ قياس الصدر. بس اليوم انا واحد من الناس من اريد اشرح للمبتدئ، يعني ما تعرف شلون تقسمهن الخصر والورق والتخصيره. احنا ايش نعطيها؟ نعطيها شيء بسيط. شكلها اقلها من هاي حفره الابر وانت نازله 14 سنتيم من يمها ونباوع نفتح الكلوشه. شو تعدينا؟ تعدينا الخصر وتعدينا الورق. تمام؟ اسهل لك اياها. انت خيط هاي الطريقه مالتي، ضبطت خيرا على خير، ما ضبطت العفو ضبطت بعد شو تسوي؟ حيدر نعم الله عليه علمنا على هاي. خلينا نروح للاقوى من حيدر. اقوى من حيدر منو؟ عندنا خير من الله. خير من الله عندنا. شو يشرح لك؟ يشرح لك الصدر، الخصر، الورك. انت تتعلم قياساتهم، انت تعرف قياساتهم، انت تطور نفسك بنفسك. ما يحتاج واحد هم يفهمك، وما يحتاج واحد يشرح لك. انت تفهم نفسك بنفسك. تفتهمني شنو اللي جاي اقوله؟ يعني اليوم فدوى لوجهك، فدوى لوجهك، ما تقصر يا روحي. انت اليوم شو تسوي؟ انت طور نفسك، انت اليوم اشتغل شيل مضبوط. احنا اليوم احنا من خيطنا اني ولا يعني ما شاء الله هواي، ولا انا ما مرخوص اجيب اسام وياي بالشرح، يعني بس اخوتي هواي ان شاء الله واخواتي هواي اليوم كلها من خيطت. شلون تقوى شغله؟ شلون تطور شغله؟ تقوى شغله وتطور. من قام ياخذ من هذا فكره ومن هذا فكره ومن هذا فكره، تقوى شغله. شوف اول ما بتعاود التعليقات قريته تقول هذا يا وزن يلبس. اي خادم. هنا راح يجبرنا انا اتعلم على الوزن، راح يجبرنا انا اتعلم على الوزن. اخوان هاي الذيال اللي عندنا، هاي الذيال اللي عندنا، تمام؟ الذيال اللي عندنا شلون ناخذ القياس مالتها؟ هاي الذيال اللي عندنا هسه قلبيها كلها فصلناها. شو اريد اقول لك؟ شو اريد اقول لك؟ على قد شف ايدك. هذا الخضيناه مال الذيال. شباوع وينها؟ اجي اقيسها كلها كامل ايش قد؟ اخذ نصها، اخذ نصها. هذا النص مالته. يعني تقريبا 10 سنتيم ونجي نحفرها. يلا
الردانات ايش عد بيهن؟ ايش عد بيهن الردانات؟ الردانات يبدأن من يم 3/4. اذا 3/4 القماش 2.5 متر. يلا الردان اللي عندي 45 لازم ايش قد نسوي 55 ونطينا زياده مع الخياط. تمام. عندي بيها عده هاي الردانات تجي صفحه مفتوحه وصفحه مسدوده اثنيناتهم نفتح. شوف هسه راح نجي هاي من انا هم نعدل. هسه انت تقول انا ما عندي باترون او عندي باترون وما اعرف، المهم انطيك شيء مختصر به. باور اجي اثبت هذا هنا. اجي اثبت هذا. هذا الردان اللي فصلناه. اي والله. هسه شوف ان المعلقات ازيد من المامكب صار. اللي متابعني دلعة الرياض ايش قد عندي؟ 8 سنتيم. شنو العرض؟ 8 سنتيم. تمام. العرض 8 سنتيم من تنفتح تصير عندي 16. تمام. 8 سنتيم اللي عندنا. النزال مالته ايش قد؟ النزال مالته ايش قد؟ النزال 8 سنتيم. النزال عنده 8 سنتيم. تمام. يعني هسه ايش عد القياس مالتها؟ عد الدلعه 8 سنتيم. العرض من تنفتح تصير 16. والنزال ايش قد؟ 8 سنتيم. بهيش طريقه راح شو نسوي؟ راح نسويها 7. شوف صارت عندي 7. هذا الاصبع اللي راح نربط به الردان، هذا الاصبع راح نربط به الردان. راح حتى من تطبق الردانات بالبدن ما يطلع عندك الردان بزياده. تمام. فدوه المربعه. تمام. المربعه اول ما نقص ال4 اصابع. هاي ال4 اصابع راح اقصها. هاي ال4 اصابع راح تنقص. تمام. هاي ال4 اصابع راح تنقص. صارت عندي عريضه. شو اسوي؟ راح اخذ منه اللي جاي ايش قد؟ 10 سنتيم. وهاي الزياده هم راح اقصها للاخير. صارت عندي هاي الدلعه اللي اريدها. راح يروح منها عند السنتيم الربط او سنتيم. يعني شو تصير عندي؟ تصير عندي هم 16 سنتيم. بس انت الدلعه المربعه شنو اللي تسوي لها؟ عند الظهر هم تنكوي لاصق. الظهر مالها مال مربعه هم تنكوي لاصق. وش تاخذ بيها؟ تاخذ بيها اصبع. ننظمها باصبع. شوف ايش تنظيفتها راح يصير عنده اصبع. ليش؟ خاطر لا ترجع لي ورا. هم حفرنا الظهر مالتها اصبع. هذا المربعه. زين. الردانات اللي عندنا هسه ايش فصلنا؟ فصلنا الدلعه المربعه
فصلناها هاي كلها 10 سنتيم، مو 10 سنتيم 10 سنتيم. زين المربعة ما تصير 10 سنتيم، شو تصير؟ تصير 13 سنتيم، بدل ما 10 راح تصير 13. ليش؟ لان احنا اللي عندنا بالسبعة وبالدائرة منات الربط. زين احنا قصينا 4، وين راح تصير؟ راح تصير اللي جاي، الردان اللي جاي، اللي منه اللي جاي 8 سنتيم، تمام؟ او 10 سنتيم. زين احنا اذا سويناها 13 باوع على اصابعي، يعني شنو؟ الدلعة نزلت، ال10 سنتيم سويناها 13 نزلت، يعني الدلعة مالتنا نزلت بصورة صحيحة. يعني بالمربعة تقص القصة اللي قلت لك عليها، وتاخذ شنو؟ زيادة مال الردان، بدل ما 10 بالعدل شو نسويها؟ 13 سنتيم بالمربع، العفو نسويها 13 سنتيم مو 10، يعني كبرناها. وحفرة الظهر احفر بها اصبع. ليش؟ خاطر لا ترجع لي ورا. افتهمنا على دلعة المربعة؟ هسه هاي خلصنا من يمها. هسه لما نرجع ارجع للشرح مالتي مال الدانتين. مالك شغل بالخط المربع اللي موجود اللي شرحنا عليه. زين احنا اليوم خذينا هنا 8 سنتيم، العرض 8 سنتيم. تريدنا اشرح لك على الصفحة الثانية خاطر يطبع ببالك بعد، لان الموديل راح استمر فيه وراح اشتغل. اخذ لك على الصفحة الثانية. اي فقط المربع، فقط المربع ينحفر عندنا اصبع بالظهر، بحالة وحدة بالسبعة بالدائرة تنحفر اصبع بس. يا قياس، القياس الضخمة كلش، من اقول لك سمينة، واللي تريد الثوب الدلع تقدر تحفر لها اصبع بالظهر مالته، اصبع واحد لا تسوى ازيد، تمام؟ هسه راح ارجع اشرح لك على من على الدلعه مالتنا، لان ذيك صارت بيها شخابيط، ونكمل هنا. هسه بخصوص الدلعه المربعه افتهمتوها؟ الدلعه المربعه افتهمناها؟ خاطر نكمل موديله. جد حلو ايش تعليقكم؟ لا ما اخذ به، ما اخذ به. يلا خلينا نجي هسه نشوف الدلعه ايش قد عندنا. الدلعه اللي عندنا 8 سنتيم، الدلعه اللي عندنا 8 سنتيم. زين العرض ايش قد؟ العرض 8 سنتيم. شو تريد تسويها؟ شو تريد تسويها؟ تريد تسويها 7؟ تريد تسويها دائرة؟ تريد عندنا قصات هواي ما شاء الله، عندنا قصات هواي. فنجي شو نسوي؟ اجي اخطط من هاي، صارت عندي هاي الدلعة السبعة، هنا 8 وهنا 8، تمام؟ راح تصير عندي 7. زين حيدر انت عندك هذا الدانتين، هذا الدانتين ايش قد يجي بيه؟ كم سنتيم؟ يلا خلينا نحسب وياك. ايش قد بيه هذا؟ هذا عندي بيه 5 سنتيم، سنتيم نعوفه 4 سنتيم. هنا ركز، 4 سنتيم راح شو ازود؟ ازود 4 سنتيم الدلع، 4 سنتيم الدلعة، 4 سنتيم الدلعة، 4 سنتيم الدلعة. شوف صارت عندي. هذا شنو هو؟ هذا شنو اللي راح نخلي بداله؟ هذا شنو اللي راح نخليه؟ هذا شنو؟ عافية الدانتين او تور او شنو اللي تريده. هسه اريدك هنا تركز وياي، هنا تركز وياي. هنا ما راح اقصها كلها كاملة، منها راح اقصها، ما راح اقصها واسوي تنظيفها، لا راح اسويها افتحها من النص،
شوف فتحناها من النص باو عليه. شوف صارت عندي تنظيفة كاملة. راح اجي شو اسوي؟ اجي اجيب الدانتين باوع عليه، باوع عكسنا الدانتين. ليش شريدة راح اخيطها بالدانتين. يلا نروح على الميز وخاطر تشوفون انتم بعينكم. شوف اول ما اثبت النص مالتها. والله حار يا عاد.